عارف يعني ايه كل محل جديد بتشوفه بيتفتح؟ يعني في حد كان عنده فكرة حلوة، بس مش كل فكرة حلوة بتعيش. في افكار بتموت وهي لسه على الورق، في افكار بتكسب ملايين، والفرق بينهم مش الحظ، الفرق ان واحد بدأ صح. النهاردة بقى هنفك الشفرة دي سوا. ازاي تحول فكرتك لمشروع واقعي يفضل واقف على رجله، مش مجرد حلم وخلاص. ده شاب اسمه كريم قرر يفتح كشك عصير، بس قبل ما يفتح راح وقف اسبوعين في الشارع يراقب الزحمة، امتى وفين، ايه الانواع اللي بتتباع اكتر، وسعر كل كوباية كام، وجاب نوتة صغيرة وسجل كل الملاحظات دي. والنتيجة لما فتح في اول اسبوع باع اكتر من اي محل تاني في الشارع. كريم ما كانش عبقري ولا حاجة، هو بس عمل دراسة للسوق بسيطة وبأقل الامكانيات قبل ما يبدأ فعليا على ارض الواقع. وده اول واهم قانون في الادارة: قبل ما تفتح افهم السوق، مش بالظن والاحساس، بالعين وبالعقل. طيب لو انت بقى عندك فكرة مشروع وعاوز تنفذها، تعال اقول لك الخطوات او المراحل اللي هنمشي عليها واحدة واحدة لحد ما تحققها وتنفذها على ارض الواقع. المرحلة الاولى اختبار الفكرة، وهنا تحديدا الناس بتقع لانها بتبدأ من العاطفة مش من البيانات. بمعنى يقول لك انا بحب الاكل فهفتح مطعم، انا بحب اللبس فهفتح محل. بس السؤال المهم، هو السوق محتاجك؟ وعشان تفهمني فبمنتهى البساطة دول 3 أسئلة لازم تجاوبهم قبل ما تبدأ. السؤال الأول: فين المشكلة اللي بحلها؟ السؤال الثاني: مين هيدفع لي وليه؟ السؤال الثالث: المنافسين بيعملوا ايه وانا هختلف عنهم ازاي؟ جاوب على الأسئلة دي بس بصدق بينك وبين نفسك، وبعدها اعمل تجربة مصغرة قبل ما تصرف جنيه. جرب المنتج او الخدمة على 10 اشخاص واسألهم عن رأيهم. وهنا انا ما اقصدش رأي امك ولا اصحابك، انا اقصد رأي السوق الحقيقي. المرحلة التانية: تحديد الجمهور المستهدف. عايزك تحط الكلمة دي في دماغك، مش اي زبون هو زبونك. لو بتخاطب الكل محدش هيسمع لك. يعني دول 3 شخصيات، مثلا ام محمد هتلاقيها بتدور على السعر، لو طالب جامعة هتلاقيه بيدور على الجودة، لو موظف هتلاقيه بيدور على السرعة لأنه غالبا بيشتري أثناء العمل أو رجوعه بعد العمل. كل واحد من دول محتاج طريقة كلام مختلفة وإعلام مختلف وعرض مختلف. حدد جمهورك كأنك بتحكي عن شخص حقيقي مش مجرد فئة وخلاص. المرحلة الثالثة وهي حساب الأرقام. مفيش مشروع بينجح بالعواطف، اللي بيكسب هو اللي بيحسب. طب هتقول لي احسبها ازاي قبل ما ابدا؟ هقول لك على مثال بسيط جدا. هات ورقه وقلم واكتب التكلفه الشهريه بتساوي الايجار، المرتبات، الخامات والفواتير وتجهيزات المحل واي حاجه تانية ممكن تاخد منك فلوس اثناء او بعد الافتتاح. وفوق كل ده حط عليهم 10% هامش احتياطي لحاجات هتظهر لك انت ما كنتش عامل حسابك عليها خالص. لو بعد الحساب ده لقيت انك لازم تبيع 300 قطعه في الشهر عشان تقدر تغطي تكاليفك وتكسب، اسال نفسك بصراحه هل ده ممكن؟ لو الإجابة لا، يبقى الفكرة محتاجة تعديل. المرحلة الرابعة التجريب الواقعي. يعني ابدأ صغير بس ذكي. لو مثلا بتفكر تفتح محل هدوم، جرب الأول صفحة على الانستجرام، صور المنتجات وشوف التفاعل وشوف المبيعات هتبقى معاك عاملة ازاي. ولو كنت هتفتح مطعم حاول تجرب الأول من البيت وبيع أونلاين. صدقني اللي بيجرب صغير بيتعلم ببلاش، لكن اللي بيغامر وهو كبير بيتعلم بالخسارة. المرحلة الخامسة التخطيط الزمني. بمعنى حدد جدول واقعي لخطواتك، واقعي على قد امكانياتك. يعني شهر للتجريب، شهر للتجهيز، شهر للافتتاح. صدقني خطة فيها تواريخ بتساوي التزام، لكن فكرة في دماغك بتساوي سراب. وما تنساش دايما خلي عندك بلان بي. يعني لو المورد اتأخر عليك هتعمل ايه؟ لو المكان ما اشتغلش او حصل فيه اي عطل هتعمل ايه؟ رائد الاعمال الشاطر هو اللي دايما عنده خطة بديلة. الخلاصة ان الفكرة الحلوة من غير خطة زي العربية اللي من غير طارة، هتمشي شوية بس مع اول مطب هتتقلب. خليك عارف ان البداية الصح لأي مشروع متشابهة في كل الخطوات. افهم السوق، حدد جمهورك، احسب ارقامك، جرب صغير، خطط بذكاء. مش مهم تبدأ بسرعة، المهم تبدأ صح. بالمناسبة عايز اقول لك ان دي الحلقة الثانية من سلسلة ازاي تدير مشروعك صح، وهتلاقيني حاطط لك فيديوهات السلسلة دي كلها في قائمة تشغيل واحدة اللي هي دي، وهتلاقي اللينك بتاعها في الوصف. لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة واكتب لي في الكومنت فكرة مشروعك ايه، يمكن اساعدك تختبرها ونحللها في حلقة جاية. سلام.